بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. كلنا مرينا بلحظات وأوقات رفعنا فيها إيدينا لرب العالمين وقلنا يا رب، ودعينا كل الأدعية اللي احنا بنتمنى إن الله سبحانه وتعالى يستجيبها لنا، وطلبنا من قلوبنا وانتظرنا. في مننا اللي ربنا استجاب له على طول، وفي مننا اللي انتظر وانتظر وما زال منتظر إلى الآن. اللي ما زالوا منتظرين مدة طويلة ساعات بيجي في أذهانهم سؤال: طيب هو معقول ممكن ربنا يكون حاشا لله مش سامعني؟ طيب هل أنا ما استحقش إن ربنا يستجيب لي دعائي؟ في الحقيقة لا طبعا، الله سبحانه وتعالى دائما سميع للدعاء ومجيب للدعاء، ولكن بطريقته سبحانه وتعالى وفي وقته سبحانه وتعالى اللي هو محدده، واللي له حكمة كبيرة فيه، سواء انه يستجيب فورا او يأخر الاستجابة اللي بتكون طبعا خير لنا، ولكن احنا اللي ما بنبقاش عارفين الحكمة ايه من تأخير استجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال: إن مع العسر يسر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. الجملة اللي كتير مننا بيقولها. بندعي كتير وربنا مش بيستجيب لنا، عملنا كل حاجة ومفيش أي سبيل لاستجابة الدعاء. في حلقتنا النهاردة احنا هنفتح باب مهم جدا جدا في علاقتنا بربنا. لما الدعاء يتأخر نعمل ايه؟ ونكون متأدبين مع الله سبحانه وتعالى ازاي؟ لان بعض الناس من ضيقهم من ضغطتهم بيقولوا جملة ما ينفعش ابدا تتقال، وهي: يا رب بقى استجيب بقى. ما ينفعش، لابد ان احنا نكون متأدبين مع الله سبحانه وتعالى. هنعرف ان التأخير مش بالضرورة يكون رفض، ومش بالضرورة يكون ان ربنا غضبان علينا زي ما بعض الناس بتقول: انا حاسة ان ربنا غضبان عليا عشان كده مش بيستجيب دعائي. بالعكس، ده ممكن يكون من محبته ورضاه عليكي بيأخر ليكي الاستجابة عشان عايز يسمع صوتك، حابب يسمع صوتك. لما الملائكة بتقول لرب العالمين ان هو يقضوا ليكي الحاجة بتاعتك، فربنا بيقول ايه؟ لا، ان هو بيحب يسمع صوت عبده ده، ان هو يدعوه مرارا وتكرارا. خصوصا لو كنتي بقى طول بتصحي بالليل وتقيم الليل وتدعي ربنا، فده مش معناه ابدا ان ربنا غضبان عليكي او ان هو رافض الدعاء. ممكن يكون لطف بينا، او ممكن يكون تأجيل لحكمة، او تعويض بشيء احسن بكتير جدا جدا من اللي احنا كنا طالبينه. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن كل التفاصيل دي مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. وسهلا فيك أستاذة ندى، حياك الله في موضوع متميز. موضوع الدعاء هذا موضوع عميق جدا يعني. فعلا ويلمس القلوب. احنا بنكمل مع حضرتك ما بدأناه الحلقة السابقة اللي اتكلمنا فيها عن الدعاء وآدابه وازاي ندعي ربنا، وهل لازم نكون على قدر عالي جدا جدا من الإيمان وما إلى ذلك من أمور كتير اتكلمنا فيها في الحلقة السابقة. أنا بدعو كل المشاهدين يرجعوا ليها، هيلاقوها بإذن الله موجودة على صفحة قناة سلام الإعلامية، شبكة سلام الإعلامية على الفيسبوك، أو كمان موجودة على قناتهم على اليوتيوب. بداية أستاذة خديجة، ليه ممكن الدعاء يتأخر رغم أننا بندعي بإخلاص وبيقين وبأداب الدعاء وبكل شيء؟ طيب، سبحان الله، خلق الإنسان من عجل. مم. هذا أول سبب. يعني إحنا عندنا، يعني من خلقنا نحن كبشر عندنا صفة الاستعجال، دائما نستعجل، ولكنكم قوم تعجلون. مم. فالاستعجال يعتبر آفة من الآفات اللي تؤخر إجابة الدعاء وتؤثر في إجابة الدعاء. ليش؟ لأنه العجلة دائما ليس فيها خير، فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يعجل في استجابة الدعاء ما عنده نفس، يعني معناها أنه يصمم أو يصر أو يلح على الله سبحانه وتعالى، مم. وهذا يخليه هو يتراجع ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. تبدأ تدخل لأفكار أخرى، أن مثل إيش؟
ممكن الله ما يبغى يعطيني، يمكن ما يبغى يستجيب لي، يمكن أنا حرمت من هذا الدعاء وإجابة الدعاء بسبب ذنوبي، ويفتح مجال كبير للشيطان. بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وقال إيش؟ يستجاب لأحدكم ما لم ما لم يعجل، يعجل. يقول دعوت ما لم يعجل، يقول دعوت الله فلم يستجب لي. وهذا مو حقيقة يعني، لأن المسألة ما هي كن فيكون، يبغى لها صبر، لأنه هو نوع من أنواع العبادة العظيمة لله سبحانه وتعالى. فأي عبادة يستلزم فيها أن الإنسان يكون عنده قدر عالي جدا من الصبر. والنبي صلى الله عليه تمام. وسلم إيش قال؟ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. فشوف سبحان الله، الإنسان بنفسه هو يبدأ الدعاء ثم يسيء الظن بربه ثم يترك الدعاء، بعدين يقول ما استجاب لي. طب أصلا أنت ما أصريت يعني. فالإصرار والإلحاح في الدعاء هو السر إجابة الدعاء وليس الاستعجال فيه. طيب في بعض الناس يا أستاذة خديجة بتقول لما بيتأخر عليها استجابة الدعاء من رب العالمين أكيد ربنا مش بيحبني، أكيد ربنا غضبان عليا، أكيد ده بسبب ذنوبي، أكيد ربنا رافض أصلا الدعاء ده ومش عايز يستجيب. يعني بيقولوا حاجات كتير إن هي تدل على حاجة سلبية، إن الله سبحانه وتعالى لا بيحبهم ولا عايز يستجيب منهم ورافض دعواتهم، وإنه يعني رأيك إيه في الكلام ده؟ طيب سبحان الله، في كتاب جميل جدا لابن القيم الجوزية اسمه الداء والدواء. هذا الكتاب يتكلم عن الدعاء بشكل عجيب جدا، يخلي الواحد يفهم إيش حقيقة الدعاء، ولما يفهم ويبدأ يتعامل مع الدعاء هذا كأسلوب حياة. الداعي يجب أن يفهم أن الدعاء دائما له ثلاثة أحوال. أول شيء ممكن يعني الإنسان في الدعاء دائما هو يرغب بشيء أو يدفع أو يطلب دفع شيء عنه. فإذا الدعاء هذا يكون بعض الأحيان من قوته أن الله سبحانه وتعالى يدفع به بلاء على العبد لا يعلمه، فسبحان الله يحميه الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لنا في الحديث؟ لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فسبحان الله تغير الأقدار من خلال الدعاء الذي يدعو به الإنسان. أو أن الدعاء بعض الأحيان يكون أضعف من البلاء، والبلاء نازل، لكن بسبب ضعف الدعاء نفسه أو حالة الداعي أو ظروفه أو فينزل البلاء بخفة على الداعي، فيكون خفيف جدا يعني بسبب الدعاء نفسه. فسبحان الله يحميه الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. الدعاء دائما ينفع مما نزل ومما لم ينزل. أو أن الدعاء يكون قوي جدا ويمنع صاحبه يعني، والبلاء يكون قوي جدا، فكلاهما يتصارعان حتى أنه ما يتأذى هذا الإنسان. فتخيل أنه السلف الصالح يعني مما ورد أنه الإنسان يوم القيامة لما يشوف أثر الدعاء الذي لم يستجب له وأجر العظيم، يتمنى أنه ولا دعوة من الدعوات التي دعا الله سبحانه وتعالى بها استجيب لها من عظم الأجر. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله في الدعاء، وحتى لو أنه لم يعطى سؤله، يبقى داعيا لله سبحانه وتعالى، فهو بيحقق معنى عظيم جدا من الإخلاص والدعاء والترقب والالتصاق بالله سبحانه وتعالى. فالأجر عظيم جدا يوم القيامة لدرجة يتمنى أنه ولا دعاء من ما دعا به أن الله استجاب له به من عظم الأجر. فإدراكنا نحن أن الدعاء يعمل بهذه الكيفية يخلي الإنسان واعي أن الله سبحانه قاعد يعطيك سؤلك، لكن بكيفية أنت ما تشوفها ولا تلاحظها، لأنه أنت عندك سيناريو واحد كإنسان يعني كمخلوق، يعني طريق واحد في الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أكثر من كذا فيعطيك بأسلوب مختلف تماما يناسب حالتك ووضعك وسؤلك. بالتأكيد. طيب أستاذة خديجة، إحنا إزاي نثبت وإزاي نفضل عندنا يقين وإزاي نفضل ندعي حتى لو أنا ما شفتش أي حاجة بتحصل، ما فيش أي دعوة بتستجاب، ما فيش أي حاجة تشجعني إن أنا أستمر في الدعاء؟ إزاي نثبت إزاي ونستمر على الدعاء إزاي؟ أول شيء لازم أنا يكون عندي ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقيني عالي جدا، وما أستعجل أبدا، وأظل أقول الدعاء اللي أنا محتاجة أن أنا أقوله حتى لو أكرره تكرارا بدون وعي مني، لأنه أنا أساسا في الأول واعية، فبالتالي أنا فقط ألح بنفس الدعاء، يعني أنا عارفة أنا إيش أبغى. فالاستمرار هذا هو اللي يخلق حالة من الاستمرار في الدعاء نفسه بدون ما أنتظر النتائج. الشيء الثاني
لو نلاحظ نحن أثناء الدعاء إن إحنا هنلاقي إن دعاءنا مستجاب بأي شكل كان، لكن لازم نلاحظ هذه اللطائف الإلهية، لطف الله سبحانه وتعالى بنا إحنا عشان نستمر. لكن نحن ما بنلاحظ هذا الشيء. ليش؟ لأنه أنا أبغى كذا، فنعتقد إنه الله سبحانه راح يعطيك بهذه الكيفية كن فيكون. لا، أيوة. بكيفية أخرى راح يجي. فلو لاحظتي ما في دعوة دعيتيها اليوم أنت إلا قد استجاب الله لك بشكل أو بآخر، بشكل أو بآخر. هذا يعلم الإنسان أن الله دائما محيط، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، فإيش معناها؟ معناها أنه إحنا دائما الدعاء مستجاب. فيكفي أنه أنا يكون عندي هذا اليقين وعندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى حتى أستمر في الدعاء. كوني أني أنا ما أدعي الله سبحانه وتعالى معناها أنه أنا مستغنية، معناها أنه أنا غير محتاجة لله سبحانه وتعالى. أيوة. فإذا الإنسان عاجز ومحتاج لله سبحانه وتعالى، غير مستغني. فالإنسان العاقل المؤمن يدرك تماما أنه الصلة الوحيدة مع الله سبحانه وتعالى هي بالدعاء بأي كيفية كان. حتى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني علمنا اسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء، حتى الملح، يعني ملح طعامك اليوم اسأل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. ففهمنا العميق لمسألة الدعاء يسهل على الإنسان أنه يبقى دائما لسانه رطبا بدعائه لله سبحانه وتعالى، لأنه يدل على عجزه واحتياجه لله سبحانه وتعالى. طيب، حضرتك قلتي في خضام كلامك إن كل الدعوات مستجابة، ولكن ممكن تكون بطرق أخرى. هل ده معناه إن ربنا ممكن يستجيب دعواتنا ولكن بطريقة غير اللي إحنا كنا عايزينها، أو بشكل مش هو ده اللي إحنا كنا عايزينه، ولكن في استجابة أخرى؟ هو ما إحنا جالسين نقول الإنسان عنده سيناريو ويبغى القصة ضمن السيناريو هذا. أنا رسمة سيناريو في دماغي على استجابة الدعوة. أيوة. هو ده اللي نمشي عليه. لو ما حصلش يبقى معناها إن ربنا ما استجابليش. ما هو هذا يعني أبسط مثال، مثلا نقول إيش في دعاء في صلاة الوتر: اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن واصرف عني شر ما قضيت. يعني من ضمن الدعاء اصرف عني شر ما قضيت. يعني الإنسان ما يعرف ما هو قضاء الله سبحانه وتعالى اللي هو ما يناسبه، فهو بيدعو الله سبحانه وتعالى يعني اللهم اصرف عن شر ما قضيت. فعندما يصرف عنا الناس مثلا اللي نحن نحبهم جدا ويبعدهم عنا نزعل، في حين ان احنا طول الوقت جالسين ندعي نقول اللهم اصرف عني شر ما قضيت، فربما يكونوا هم هذولا هم شر ما قضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وبسبب دعائنا صرفهم الله عنا. في سيناريو نحن نبغاه، هو السيناريو مو كذا، الدعاء مو كذا. انت ما تشترط على الله سبحانه وتعالى، انت تبغى شيء حيجيك الشيء اللي انت تبغاه، بس بالكيفيه التي يراها الله سبحانه وتعالى مناسبه لحالتك. يمكن تطلب انت شيء يهلكك، تطلب المال ولا الولد، والله سبحانه وتعالى يعلم انه انت لا تستطيع على هذا الشيء فيحرمك، فتعتقد انه هذا الحرمان هو بسبب ذنبك. هو هذا الحرمان هو شكل من اشكال العطاء لكن باسلوب مختلف. فالواحد لازم يوسع مداركه وفهمه لهذه الاشياء. كمان ممكن نذكر مثال كمان، مثلا بعض الناس مثلا بعض الاباء والامهات بالذات بعض الأحيان يدعوا على أولادهم يعني بأدعية سيئة جدا، وبعدين يقول يعني ليش تدعي؟ أنا والله مو قصدي، ولما يتحقق يزعل. هذا دعائك أنت إيش تعتقد؟ يعني مثلا لما أنت تدعي بهذه الكيفية السيئة ما أنت هتحصل على نفس الشيء يعني. فالموضوع إذن بيحدث لكن بكيفية تتناسب مع الحالة التي أنت يعني تمشي بعاته وكذا، يعني بطريقة مختلفة تماما. هذا الوعي يخلي الإنسان يدرك أنه كل حياتنا كل ما تدعي فيه أنت اليوم هو متحقق وأنت موجود في حياتك، لكن لا تلاحظينه لأنه أنت عندك سيناريو واحد ماشي عليه في الحياة، وده خطأ. وفي حكمة عند رب العالمين في طريقة استجابة الدعاء ووقت استجابة الدعاء احنا إلى الآن لا نعلمها، ولكن فيما بعد بنشوف لطف ربنا بينا، تعويض ربنا، العوض الكبير اللي بيعوضه لينا مش لازم يكون زي ما أنا رسمة بالظبط. طيب، خلينا ننتقل لنقطة تانية. أستاذة خديجة، هل في دعاء نقدر نقول عليه إن الدعاء ده مرفوض؟ وإزاي مثلا أعرف إن طلبي اللي أنا بدعي بيه رب العالمين ده فعلا ده طلب مرفوض أو دعاء مرفوض، وإن ده مش خير ليا فأكف عن الدعاء؟ طيب، الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إيش قال؟ يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فمن بعض الأدعية فيها ظلم وتعدي على الآخرين، فهذا الدعاء لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه فيه ظلم سواء للإنسان للداعي وللمدعو عليه، يعني فهنا الدعاء ما يكون مستجاب. الناس كمان أو الشخص لما يدعو الله سبحانه وتعالى
وما عنده ضعف في إيمانه وعدم إقبال على الله وعنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله سبحانه وتعالى الدعاء من قلب غافل لاهٍ. إيش معنى غافل لاهٍ؟ مو ساهي، يعني ضعيف الإيمان، عنده سوء ظن ويجرب على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. ومع الأسف الشديد اليوم منتشر عندنا فكرة اللي هي إيش؟ أنا جربت مثلا هذا الدعاء، أنا جربت قراءة سورة أنا جربت. الله سبحانه وتعالى لا يجرب، ما يجرب هذا الشيء، ما يجوز يعني هذا الكلام. بعض الأحيان اللي يكون يمنع الإنسان من استجابة الدعاء نفسه أكل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فبالتالي الأكل الحرام بأي شكل من الأشكال، الناس تعتقد أن الحرام لازم يكون مال الربا، لا، حتى لو كان يعني مبلغ بسيط أو أكل بسيط أو شيء ما يحل لك تطعمه في يعني يدخل جوفك، هذا يكون عائق كبير جدا في استجابة الدعاء. فالإنسان لازم يكون واعي. كثرة الذنوب وألفة الذنوب كمان مشكلة كبيرة جدا في استجابة الدعاء. وهذا المشاهد الآن أنت تشوفي في السوشيال ميديا الناس ترتكب ذنوب ومعاصي وتجاهر بها، بعدين يروحوا مثلا ياخذوا عمره وخلاص واستغفرنا، يعني يعني هذا يعني ضحك على مين يعني مثلا، يعني التذاكي هذا أساسا اسمه عظيم، يعني استهزاء هذا بالدين. كمان لما يستولي على الإنسان الغفلة والشهوة واللهو أثناء الدعاء، هذا يعني إنسان يعني لا يقبل على الله سبحانه وتعالى. كان يتعامل مع الموضوع هذا تعامل إنه أنا خلاص دعيت يعني وأديت الواجب هذا كله، فبالتالي الله لازم يعطيني هذا الشيء. كيف طيب ما في أدب للدعاء، ما في إقبال على الله سبحانه وتعالى. أنت اليوم لما تبغى شيء من إنسان مخلوق زيك بتقبل عليه بوجهك وبتلبس وتتضبط وترتب كلماتك وتركز على اللي أنت تبغى. فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا كله، إن الإنسان يكون في حالة من الحضور والاحترام يعني لنفسه وللدعاء نفسه والحالة اللي راح يتواجد فيها، فيتطهر ويضبط نفسه ويضبط أدعيته ويقبل على الله سبحانه وتعالى. مجرد فعله هذا هو أساسا هو في عبادة وفي طاعة بما يحبه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما يرد أساسا أي إنسان، هيعطيه سؤله لكن زي ما قلنا بطريقة مختلفة تماما. أكيد. طيب بعض الناس لما بتزهق من الدعاء المستمر وما بيكونش فيه إجابة، وبتكون مقبلة على الله سبحانه وتعالى بكل جوارحها بقلبها وبكل حاجة، بعدين بيحصل شوية فتور ويحصل بعدها يعني علاقته برب العالمين تبدأ تقل نتيجة إنه حس إن مفيش يعني كل اللي أنا بعمله ده وربنا مش بيستجيب ليا، فتبدأ العلاقة يحصل فيها بعد. ازاي احافظ على ثبات علاقتي برب العالمين وايمانياتي المرتفعة حتى لو انا تعبت او زهقت او حسيت ان مفيش استجابة لدعائي خالص؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو المعيار. فالإنسان عشان يزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، ما هي مسألة طاعات معناها أنه فقط نؤدي العبادات، لا، باب الطاعة باب كبير جدا، يعني الأذكار وفعل الخير وإطلاق اللسان بالكلام الطيب الحسن، تطيب الخواطر، إتقان الأعمال، كل هذه عبادات يعني الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما نيجي نتعامل مع الله سبحانه وتعالى زي هات وخذ، يعني أنا قدمت دعاء فلازم أحصل عليه، وهو أساساً ما عنده رصيد إيماني عالي جداً، يصاب الإنسان بالفتور، وهذا مما ملاحظ يعني. فالأصل إنه الإنسان يكون دائماً في حالة قرب من الله سبحانه وتعالى، في حالة عبادة لله سبحانه وتعالى بأشكال مختلفة تماماً، ما يحصر نفسه في طاعات معينة أو في صلاة أو في شعائر تعبدية. فهذا يخلي الإنسان دائماً في حالة اللي هو استمرارية في الدعاء. بعدين لا يستعجل، هو الإنسان سبحان الله خلق من عجل، فإدراكي اليوم أنا بطبيعتي أنا قاعدة أستعجل، هذا يخلي شعور أن الدعاء طول إجابته كبير جدا، في حين أنه ممكن يكون الدعاء تم استجابته من زمان، لكن لأنه زي ما قلنا إحنا في سيناريو معين هو ده اللي إحنا نبغاه، فنعتقد أنه خلاص لم يتم استجابة الدعاء. بالعكس، الاستمرار في الدعاء في كل وقت وفي أي حال، الإنسان نايم قاعد لما دائما يذكر الله سبحانه وتعالى بحاجته هذه بأي صيغة كانت، تلاقيه بعد كده هو يألف الكلام ويأنس. لكن وتعرفي في لفتة لطيفة في الموضوع ده، لما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في أي حال بأي لغة كانت بأي أسلوب في أي وضعية، ينسى مع الوقت حاجته التي بدأها به دعائه، فيدخل بالأنس في حديثه مع الله سبحانه وتعالى، فيجد حاجته في هذه الحالة من الطمأنينة في الفضفضة هذه كلها.
فسبحان الله يبدأ بحاجة لكنه ينتهي إلى إيش؟ إنه هو يأنس بالكلام مع الله سبحانه وتعالى ودعائه وطلبه بأي شكل من الأشكال. ففي ودي خير بتبقى عظيم حالة جدا هذا نفسية، الجهاد. بتبقى حالة نفسية رائعة جدًا يا أستاذة خديجة. قبل ما أختم مع حضرتك، عايزة أعرف منِّك هل في تجارب أو في قصص عن ناس دعائهم اتأخر مدة طويلة، لكن في الآخر اكتشفوا الحكمة من التأخير؟ وفي كثير جدا، في كثير جدا يعني بعضهم يعني سبحان الله يعني يقولوا مثلا في ناس عندهم بلاء عظيم جدا مما لا يتخيله عقلك أن البلاء هذا قد يكون أمراض سرطانية، قد يكون سحر، قد يكون شيء عظيم جدا من الكرب الشديد جدا. إمم. فهم يحكوا يقولوا إيش يعني دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عننا، أن يكشف عننا، أن يكشف عننا، آه. لكن بعض الأحيان نحبط، لكن مستمرين، ساعات نشد يعني نزيد، ساعات نقل، لكن مستمرين. هذا إمم. الاستمرارية. إمم. لما مع الوقت بدأت سبحان الله نركز على الخير والطمأنينة والهدوء النفسي اللي بدأ يصيبنا، نسينا الحاجة التي بدأنا بها، هذا الدعاء. إمم. والعجيب ان هم ايش يقولوا؟ انه الله سبحانه وتعالى فرج علينا من واسع مما لا نحسب له طريق، من جهه يا ما الله. خطرت على بالنا، ففرج الله علينا. فيقول سبحان الله كيف انقلب هذا البلاء الذي من اجله دعونا الله سبحانه وتعالى ان يرفع عننا، انه هو كان باب خير عظيم جدا لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب، فما عاد سبحانك. اهتمينا لاي نوع من البلاءات، فشفنا انه ما هو يعني هم قبل ان يعني شفنا بدانا نشوف انه هو ايش؟ رزق من الله سبحانه وتعالى آه. ومحبة منه أن يردنا إليه ردا جميلا. رَدًا عشان كده جميلًا. من الدعاء دائما نحن نقول إيش؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا بدون ابتلاءات. يعني بعض آه. الناس ما يردهم إلى الله إلا البلاء العظيم، للأسف. وبعضهم النعم تلفت نظرهم لرقة طبعهم فقط يعني. تمام جدًا. باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش، على وجودِك معانا وعلى هذا الطرح المميز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب كل دعواتنا جميعًا يا رب، كل المسلمين أجمعين. ودعوة أذكر نفسي وإياكم إن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى بيقين، نتحرى ساعات الإجابة، نتقدم مع الله في حال تأخر استجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى هيستجيب بإذن الله ما لم نعجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب الدعاء، اللهم استجب الدعاء. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.